الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكاها على رسول بعثه الله تعالى رحمة للعالمين. أيها الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتكلم إليكم في هذه الموعظة القيمة عن طلاق الرجعي، عن الطلاق الرجعي. والطلاق الرجعي هو أن يطلق الزوج زوجته ويردها وهي في العدة. أضرب لكم مثلا: لو طلق الرجل زوجته أي قال لها أنت طالق، هذه الزوجة تحيض مرة وتتنظف، ثم تحيض مرة أخرى وتتنظف، وتحيض للمرة الثالثة قبل أن تتنظف من الدم. يقول الزوج لها: راجعتك على مهرنا السابق. هذا الزوج لو راجع زوجته في العدة أثناء الحيضات فمن حقه. لماذا قلنا طلاق رجعي؟ أي الرجعة من حق الرجل. الرجل يستطيع أن يرد زوجته إلى ذمته بدون عقد جديد وشاهدين ومهر جديد. أثناء العدة يجوز للزوج أن يقول لزوجته: راجعت زوجتي وعلى مهرنا السابق. هذه المرأة رجعت إلى ذمة الزوج. ولكن لو انتهت الحيضات، أي حاضت وتنظفت ثم حاضت وتنظفت بعد الطلاق، ثم حاضت وتنظفت للمرة الثالثة، لو أراد الزوج أن يردها إلى ذمته لا يستطيع إلا برضاء الزوجة. وعندما يردها بعقد جديد وبمهر جديد وبشاهدين. ولكن أثناء العدة، والعدة 3 قروء، أي بمعنى 3 حيضات: تحيض وتتنظف بعد الطلاق، ثم تحيض وتتنظف للمرة الثانية، وتحيض للمرة الثالثة قبل أن تتنظف. يحق للزوج أن يقول لزوجته: راجعتك، ولا يجوز للزوجة أن تمتنع عن الرجوع، لأن الرجعة من حق الرجل. ولكن لو انتهت العدة فالمرأة بالخيار، يحق لها أن تمنع نفسها من الرجوع إلى الزوج الأول. وإذا أراد الزوج أن يردها بعقد جديد وبرضاها وبشاهدين وبمهر جديد. هذا هو الطلاق الرجعي. أرجو من الإخوة أن يتلفظوا بألفاظ الطلاق، وأن يداوموا على العشرة الزوجية بعقل سليم وبإحسان تام إن شاء الله تبارك وتعالى. أخوكم الشيخ قيس فؤاد الحنفي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.